السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن أو اتس 7 سان، واليوم رجعنا لكم في مقطع جديد. اليوم في هذا المقطع راح نتكلم عن أقوى هاكر في العالم تقريبا، مش بالعالم يعني، هو عالمي وعربي برضه. فيعني هذا يعني مستحيل ما حدش بيعرفه، وأكيد سمعتوا القصة من 1000 مليون يوتيوبر. فأنا راح أقول القصة من أوليتها لآخريتها مع مصادر موثوقة. فإذا مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس. وطبعا بدنا نوصل مليون مشترك قبل نهاية السنة. كيف؟ ما بعرفش يعني، نطوا من 1000 لمليون. كيف؟ في كلمة مشارك تحت المقطع، بتضغط على كلمة المشاركة أو شير بالإنجليزي، تضغط عليها بتشارك المقطع في كل مكان. حط الفيديو في أي مكان، شاركه على الصين ودي. المهم إنه نوصل مليون مشترك قبل نهاية السنة. كيف يعني مليون مشترك؟ ما بدري ايش هيك يعني خليها على المهم. لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتنسوا الشير برضه. وبس يلا خليكم مع المقطع. حمزة بن دلاج اوكي، هو شخص جزائري ولد في منطقة اسمها ديزوزو. طبعا معروف باسمه الحركي الملقب بي اكس 1، ملقب بالبي اكس 1، هيك لقبه، هو هيك مسمي لقبه مش يعني. طبعا مدرج للائحة الاف بي اي، يعني هذا يعني مبين مني اف بي اي، اعرف انه جاي بالعيد يعني، ما في مجال. طبعا يا عزيزي ملقب في لائحة الاف بي اي لأخطر 10 أشخاص هاكر في العالم. انت متخيل معي يا عزيزي المشاهد؟ وعربي حبيبي. طبعا الشخص اقتحم حسابات مالية ل 217 مؤسسة مالية. يا ساتر، لا ومش مستوى عربي ولا انجليزي، ولا مستوى العالم خش بقوة. طبعا سبب لهم خسارة بالمليارات، لا مش آلاف ولا مئات ولا حتى بالمليونات، بالمليارات. هذا خش بقوة ما شاء الله بالبداية. عن طريق ايش يا جماعة؟ حطوا في بال. طفت الكاميرا، خلينا نرجع نكمل. طبعا نقول هذا بسبب ايش؟ 217 مؤسسة من ايش؟ من فيروس حقنوا في الكمبيوترات. نزل برامج، ومين يمكن نزل برامج او نزل ملفات حقن في الكمبيوترات، خسروا الشركات مليارات. اسم الفيروس سباي واي بوت نت يا جماعة. هذا الفيروس اللي خسر 217 مؤسسة حول العالم. يا ساتر. طبعا قام بتطويره مع شخص حليفه اسمه الكسندر. طبعا هذا الكسندر برضو هاكر يعني ما بتستهين فيه يعني، الاثنين أقوياء طبعا. وتمكنوا الاثنين من صنع هذا الفيروس. تمام يا جماعة؟ لا يا حبيبي، ومش صنع الفيروس هذا، زرعوا في 60 مليون حاسوب حول العالم. يا ساتر. طبعا سرقوا الحسابات البنكية لكل الكمبيوترات اللي زرعوا فيهن الفيروس. يا أخي هذولا، يا أخي شو فاكرين حالهم وين بجي تي ايه؟ طبعا في ناس قالوا انه تبرع المصاري لفلسطين، تبرع جزء منهن الى فلسطين، ولكن هذا الخبر يا عزيزي بحب اقول لك نو، لا ما تبرع بالجزء من مصاري ولا قرش، حتى ما لحق ياخذهم اصلا. كيف تبرع فيه؟ طبعا اللي اكدوا هذا الخبر هم الامن المعلوماتي او خبراء الامن المعلوماتي، اكدوا ان هذا الخبر مزيف، ما تبرع ولا لاي بلد. طبعا في عام 2013 قامت السلطات التايلانديه مع التعاون مع الاف بي اي لمسك حمزه بن دلاج. طبعا مسكوه، راح الذكي ما شاء الله عليه، راح اسحب مصاري، شو سحب، راح من البنك ومسكوه وسلموه لامريكا. وطبعا وخلوه يخضع للمحكمة. طبعا اللي ما بعرف حياة حمزة بن دلاج ولد عام 1988 طبعا في الجزائر، وفي منطقة اسمها ديزوازو. طبعا تخرج في الجزائر في مهندسا في الإعلام الآلي. تمام يا جماعة، هيك اسم المهنة هي، في عام 2008. طبعا درس بعديها صيانة الكمبيوتر 3 سنين، وبعديها انتقل إلى عالم الهاكر بسرعة، هيك انتقل يعني خلص بعد 3 سنين وهيك ختم الكرة الأرضية كاملة، سهل إيزي عليه. فخش العالم الهاكر في 2013 ما خمطن، لا 2013 وين 2000، المهم إنه في 2010 2011 2013، المهم إنه هيك يعني في هذول السنين. طبعا اعتقلوه السلطات التايلاندية في عام 2013، طبعا مع التعاون مع جهاز الانتربول والدولي. طبعا في العاصمة التايلاندية
بانكوك توقع اسمها، بتهمة ايش؟ بتهمة انه في الجرائم الالكترونية، عنده تهمة في الجرائم الالكترونية. طبعا اعتقل اثناء عبوره في المطار، يعني اول ما وصل بانكوك من مطار عبر المطار ولا هم سلم الشهد اللي ما اقتال علينا جايزة. طبعا بعدين مسكوه، عرفوا انه هذا اكثر، هذا من قائمة 10 أشخاص مطلوبين في العالم. يا ساتر. طبعا عرفوا من وين؟ من قبل مكتبات الفيدرالية أو مكتبات التحقيقات الفيدرالية. طبعا نقلوا حمزة إلى ولاية إيش؟ جورجيا في الولايات المتحدة، أو خلينا نقول اسمها ولاية الجورجيا الأمريكية. طبعا حمزة الدلاج طلع وقال كيف يعني أنتوا بتقولوا قعدت 3 سنين تدوروا علي، وكيف أنتوا بتقولوا أنا مدرج في قائمة 10 المطلوبين؟ على أي أساس؟ طبعا نفى كل شيء، جحد مكتبات الفيدرالية كلها، مكتبات التحقيق الفيدرالية كلهم جحدهم. قال لا انتوا هذا غلط، أنا مش بقائمة 10 المطلوبين، أنا ما عملتش هذا، انتوا ما دورت علي 3 سنين عشان تجيبوني، انتوا أبصر إيش. طبعا هم تابعوا خطوات 3 سنين فنفاها، يعني خلاص قال ما ليش ندخل كذا بهذا الحكي، فنفى كل شيء، نفى كل شيء. طبعا حمزة بن دلاج بعد ما مسكوه صوروا صور وطلع مؤتمر الصحفية، قال 4 كلمات 3 كلمات قالها، واللي هن لست مطلوبا ولست إرهابيا. ايه قالها يا عزيزي المتابع؟ فقط قال هذول 4 كلمات لا غير. طبعا مكتب التحقيقات الفيدرالية حطوا عليه انه اخذ 217 مؤسسة مالية، حسابات تبعاتها خلاهن 0 تقريبا، خلاهم يشهدوا على الحديثة. لا بعدين عبر العالم، يعني لا دولي ولا لا، عبر العالم، كل العالم يعني. طبعا اتهموه انه جمع اموال طائلة، يعني مصاري عفق. طبعا ما بعرفوش كم هن. طبعا قالت وزارة العدل الامريكية انه وصلت ثروة حمزة بن دلاج هو صديقه $1 مليار عزيزي المتابع. لا تنصدمش، $1 مليار بس، مش اكثر من هيك. طبعا قدرت السلطات الفضائية الامريكية انه الفيروس اللي صنعه اللي هو اسمه SBI مع صديقه الروسي، طبعا صديقه الروسي هو اللي عمل مع الفيروس اسكندر اتوقع اسمه، طبعا ما يقارب $1 مليار، يعني اخذ من الناس مليار واكثر بين العام 2010 و2012. طبعا عملوا هذا الشيء، يعني الفيروس زرعوه واخذوا $1 مليار في عام 2010 و2012. طبعا تم توجيه البنوك لاجراء تنظيف تمام في قواعد البيانات لاصلاح الضرر، تمام يا جماعه، عشان البرامج الضارة يعني تروث وخلاص عم بطل في فيروسات. طبعا العقوبة على حمزة بن دلاج وصلت إلى الإعدام يا جماعة، العقوبة تبعته وصلت للإعدام. طبعا الخبر طلع كذب، لا إعدام ولا إشي، وحكمت عليه المحكمة في 2016 يا جماعة، أو خلينا نقول في 20 إبريل 2016 بالسجن 15 سنة يا ساتر. طبعا بعد ما يطلع من السجن في 3 سنين لازم يراقبوه فيه، عشان إذا عمل هيك وهيك يبلع خلاص ما في مجال. طبعا صاحبه الروسي حكموا عليه 27 سنة سجن يا ساتر. طبعا هو عمره 27، مش انحكم 27 بحكي مستحيل، مش هالدرجة كمان. فحكموا عليه 9 سنين سجن و6 شهور، 9 سنين سجن و6 شهور. طبعا حمزة بن دلاج اجت المحامي قالت له بدنا استئناف في 2017 في 10 ابريل 2017 تقريبا، ورفض، قال ما بدي، خلص انا بدي انسى. خلينا نعطيكم معلومات على السريع عن حمزة بن دلاج يا عزيز المتابع. الميلاد 1 يناير 1988، اتوقع عمره 35-36 سنة هيك تقريبا، من الجزائر، مسلم الديانة. المهنة كانت مغترق، تمام، هي مهنته كانت مختلفة. طبعا اللغات اللي بتكلمها الإنجليزية. سبب شهرة حمزة بن دلاج إنه هو هاكر. طبعا التهم اللي أجت له واللي هي 217 بنك اخترقه هو يا ساتر، نقول حول العالم. وطبعا الاستيلاء على $4 مليار يا ساتر. طبعا هجم على أكثر من 8000 موقع فرنسي يا ساتر. طبعا بيطلع حمزة بن دلاج كمان 7-8 سنين تقريبا وبطلع برا السجن. فبس هنا كنا وصلنا لاخر المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وبس كان معك حسن او H7 سلام عليكم. سريت بروحي فيا سعد روحي، وكان هواك بدوني أنا. على كل شيء رأيت وجودك، حتى على بسمات الشفاه وفي الماء